أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي قاتلت في معركة الكرامة إلى جانب الجيش الأردني، ممثل منظمة تحرير الفلسطينية الأسبق في لبنان واليمن، تعرض لمحاولة اغتيال في لبنان استهدفت الوجود الفلسطيني. واحد من 6 شخصيات فلسطينية رفضت توقيع اتفاقية أوسلو. التقى الرئيس السوري بشار الأسد في أوج الأزمة السورية. هنا في مدينة رام الله نناقش عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد عباس زكي بحديث آخر. صدر قرار بأن أكون سفيرا في أي بلد، ولكن اخترت أنا اليمن لأعاقب نفسي أكثر. وكانت كثير سعادة في حياتي أن أكون في اليمن الديمقراطي الذي كرم الشعب الفلسطيني بما لا يكرمه بلد على وجه الأرض. هذا اللي كان يزود الثورة بالسلاح وفتح له كل الأبواب، ولم يسجن فلسطيني في سجونه لأنه يعتبر الفلسطيني فوق العقوبات، ويقول يا ليتنا كنا إلى جواركم لتحملنا معكم يعني دور الكفاح وأسمنا بالتحرير. بالتالي أصبحت اليمن لما حوصلنا وطلعنا من لبنان هي الملاذ. احتفلنا في عام 83 كل القيادة الفلسطينية 5000 تقريبا، ودربنا جيشنا تدريب على السلاح الذي حرم أن يتدرب عليه في لبنان وفي غيرها. وكان بالفعل إعلان حياة جديدة للفلسطينيين.